أخطر فرح حصل في العالم كله اتعمل في قاعة حوالين مفاعل نووي، والمعازيم سابوا الفرح جري في مشهد ولا في الأفلام. والمدينة اللي اتعمل فيها الفرح اتحولت لمدينة أشباح. حكاية أخطر حفل زفاف في التاريخ. في أبريل سنة 1986 داخل مدينة بريبيات في أوكرانيا، وقت ما الاتحاد السوفيتي ما كان موجود، كانت إيرينا ستيتسينكو عايشة واحدة من أسعد لحظات حياتها. بتجهز فستان الفرح وبتستنى اليوم اللي هتبدأ فيه حياتها مع خطيبها لوبانوف. وفي يوم فرحها كل حاجة كان شكلها طبيعي جدا، المدينة هادية، الناس مشغولة بالفرح، والكل مستني يوم جميل زي أي فرح بيحصل. لكن في نفس الليلة وعلى بعد حوالي 4 كيلو متر بس من المدينة، كان بيحصل حدث خطير جدا في مفاعل تشيرنوبل رقم 4. اللي حصل وقتها إن المفاعل ده حصل له خلل كبير جواه، وأدى لوقوع كارثة نووية حرفيا من غير ما حد في المدينة يفهم حجمها. في اللحظة دي في البداية الناس سمعت صوت غريب زي كده دوية تقيل أو هزة في الأرض، وشوية شبابيك اتحركت من مكانها، وكان في إحساس غريب في الجو، بس محدش ربط ده بحاجة خطيرة. الكل افتكر إنه ممكن يكون زلزال أو حاجة مش فاهمينها. لكن الحقيقة إن في نفس الوقت ده الإشعاع السام بدأ يطلع في صمت ويتحرك في الهواء ناحية المدينة واحدة واحدة، ومن غير دخان واضح ومن غير إنذار مباشر، والناس اتفاجئت بيه. العريس سيرهي كان نايم في شقته القريبة وصحي علشان يجهز للفرح، لكن لما صحي الصبح كان في حاجة مش طبيعية خالص في الجو. ولما قرر يخرج من البيت لقى جنود لابسين أقنعة غاز والعربيات بتغسل الشوارع بمحاليل غريبة. المدينة شبه فاضية من الناس، وكل البشر بدأت تتحرك بسرعة، بس مفيش إعلان واضح يقول إيه اللي بيحصل. وفي نفس الوقت ده إيرينا كانت لسه في بيتها بتكمل استعداداتها للفرح من غير ما تعرف إن المدينة كلها داخلة في حالة طوارئ صامتة. والأغرب إن رغم كل اللي كان بيحصل، الفرح ما اتلغاش واتعمل في قصر الثقافة وسط أجواء مش بتشبه أي فرح عادي. الناس كلها كانت بتضحك من بره، لكن جوه كل واحد كان حاسس إن في حاجة مش طبيعية، وإنه في حالة صمت وقلق مالية المكان. الناس حاولت تكمل اليوم، بس اللحظات كانت مختلفة. حتى الرقصة الأولى اللي المفروض تكون أجمل لحظة اتحولت لحالة سكوت، والناس كلها كانت حاسة إنه في حاجة أكبر منهم بتحصل دلوقتي. ورغم كل اللي حصل ده، العرسان قرروا يكملوا فرحهم، والناس بدأت تقلق وتحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان. وبعد ساعات قليلة من انتهاء حفل الزفاف، الحقيقة بدأت تظهر، وصدرت وقتها أوامر الإخلاء للمدينة كلها. الناس طلعت بسرعة، وإيرينا اضطرت تخرج بفستان فرحها وهي حافية تقريبا، رايحة تبدل ملابسها وسط حالة ارتباك وخوف. والمدينة كلها كانت بتتسحب منها الحياة بهدوء شديد. الناس بعدها بدأت كلها تتجمع علشان تسيب المدينة فوراً. والمفاجأة إن المدينة اتحولت لمدينة أشباح حرفياً، واتقفلت خالص، والناس كلها هجرت منها ومن المدن اللي حواليها. بعدها بسنين اتكشف حجم الكارثة الحقيقي، وهو إشعاع نووي أثر على آلاف البشر وقتها، وحرم المدينة دي من الحياة، وبسببه حياة ناس كتيرة جدا اتغيرت للأبد. وآثار اللي حصل فضلت ممتدة لسنين طويلة. لكن وسط كل ده إيرينا وسيرهي كملوا مع بعض، وما فرقش معاهم اللي حصل، وكبروا وخلفوا بنت وبنوا حياة جديدة رغم الكارثة اللي عاشوها. وده بيأكد إن الحب فعلا بيعمل المعجزات، وإنهم حرفيا اتكتب لهم عمر جديد في وقت كانت أوكرانيا فيه بتعيش أسوأ أيامها بسبب اللي حصل للمفاعل ده.